الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، سلام الله عليكم أجمعين. نتمنىكم تكونوا على خير. اليوم بحول الله غنتقاسم معكم بطريقة جديدة اللي كيجي بها المسمن خطير، كيجي كله مورق، يعني ورقة على ورقة، ما غاديش تبقاو تلقاو المشكل أنكم يجيكم مسمن معجن من الداخل وتقدروا تحتفظوا به، كيجي خطير جدا. إذا غير بقاو معايا حتى لآخر الفيديو. إذا في قصرية أولا في شي بول أولا في العجانة اللي غنعجنو فيها، غناخد 2 زلايف ديال الفورص ودقيق الفينو، زلافة كذلك، ملعقة سكر وملعقة تقدروا تعوضوها بالعسل وملعقة ملح. إذا غنعجن غير بماء بارد من الصنبور لأن مازال الحل باقي سخون، غير حتى تلم ليا العجين وغنحتفظ بها. العجين ما تكونش لا رخوة ولا قاصحة، إذا تكون متماسكة. إذا ونخلوها شوية شوية غادي لديك رخوة، ولكن ماشي تلتصق لينا بين يدينا. إذا لا خليناها شوية رخوة شوية إذا ها هو القوام ديالها، ما غاديش نبقى نشرح لكم. إذا ها هو، ما تكونش قاصحة ما تكونش رخوة، هذا هو القياس ديالها. غنحتفظ بها وندهنها بشوية الزيت ونخليها ترتاح. خلوها ترتاح، كيما ارتاحت راه مزيان. إذا كيما ارتاحت هنا راه خليتها شي ساعتين تقريبا. كيما كترتاح كتولي لينا مطاطية وكتساعدنا في الخدمة. إذا غنصنع منها كويرات بمساعدة الزيت دائما. أنا في حاجتي الكرة تكون لا بأس بها، يعني ما كبيراش وما صغيراش، المهم أنتم غتحكموا في الحجم. واللي شاف الفيديو لأول مرة أو لا مشتركة ضروري تخليو ماشي غنقول لكم ضروري، بطبيعة الحال إلا عجباتكم الوصفة خليو لي تعليق، ولو كما كيقولوا غير بشي نقطة بحال ما هكا تعليق، راهم كينفعونا بزاف. ما غيكلفوكمش، ولكن حنايا غادي يعليو لينا الكثير. والجيم كذلك، خليو البصمات ديالكم. الله يجازيكم بخير. المهم غنحتفظ بالكرات المرة الثانية حتى هما كذلك يرتاحوا. كما ارتاحت العجين راها كتساعدنا وكتطلق معنا في سطح العمل. غناخد الزبدة بعد ما سخنتها شوية، نضيف ليها خمارة تقريبا غير ملعقة كبيرة ديال الفينو. شفتوا شحال درت ديال الفينو والقليل من الزيت. هاد الزيت غير باش ما كيخليش لينا الزبدة تقصح. اذا غناخد الكرة الاولى، ندهن سطح العمل جيدا بالزيت ونطلق الكرة الاولى. اذا كما كتشوفوا العجين راها كتساعدك بزاف الا كانت مرتاحه، وهذه راها ما مدلوكه ما والو، صراحه رانا غير جمعت العجين. كتشوفوا الفقاعات، راه كتجي العجينه كتساعدك بزاف، رخوه يعني ما كتعصب معاك ما والو في السطح، وما كتبدليش حتى مجهود. اذا غنطلقها حتى يبان لي تولي رقيقه ويبان لي سطح العمل، عاد غندير هذيك الخلطه اللي درت، ندير منها تقريبا ملعقه كبيره. اي زبده تقدري تخدمي بها، سواء زبده توريق اللي هي بحال اللذة، او زبده ديال البواطه بحال نتيجه، ولكن ديال التوريق كتخلي مسمن كيجي زوين، او زبده حيوانيه، المهم باش كتخدمي نتيا. اذا كما شفتوا كنطويها بهذا الشكل، ونبدا نورق. دائما فيما كنورق كنبدا فيما طويت كنبدا نورق. علاش؟ باش ما يجيش المسمن من الداخل كتحسوا به بحال معجن شوي، ماشي معجن، كيجي غليظ من الداخل. هاد الطريقه كتخلي المسمن كيجي مورق. وخذوا هاد سميتها هاد ديال بات فويتي، هاد الآلة كتجي زوينه بزاف. اذا غنبدا، ولا ما عندكمش ديروا غير الموس او الجراره ديال البيتزا، كندوزها بحال ما هكا من الوسط، غير من الوسط الفوق الاول ديالها، والاخر كنخلي العجينه باش نجمع. اذا وكنت غادي نطوي بحال ما هكا،
راه الآخر كنخلي العجينة شوية باش نجمع. إلا دوزتوها كلها خيوط راه ما تلقاوش باش تجمعوا. إذا نحطها ونتقاسم معكم وحدة أخرى غير باش تشوفوا الطريقة مزيان. كما قلت لكم انايا ورقتها ودهنتها بالزبدة. كندير العجين هكا، وهاد العجين بحال ما هكا راه تقدروا تخدموها توظفوها في حشوات بزاف الحاجات غير ما تقطعوهاش. وهاد العجين راه كتدخل الفرن، اذا كتجي رائعه جدا. اذا هنايا من الفوق ما كنبداش، كنخلي شويه دائما يعني ما كندوش عليه الاله، يعني هاد الاله ديال سميتو، وكنبدا نطوي الجهه الاخرى. كنخلي العجين كتيره، هذيك اللي كنسرح فيها دابا باش نجمع فيها هادوك الخيوط. غير تبعوا الطريقه راه كتجي رائعه وزوينه، وطريقه سهله، ومسمنها كيجي خطير جدا. اذا كنرجع هادوك الاولين كنقادهم كما كتشوفوا العجين راه كتبعك. اذا غير نشرط مزيان سواء بالسكين او لا بالاله ديال الموس ديال البيتزا، ونجمع بهذه الطريقه. اذا راه الصوره كتوضح ذلك. اذا نخليهم يرتاحوا، نبقى حتى نكمل الكميه كلها. كما كنكمل الاولى كنرجع لهذيك اللي درت قبل منها، ونبدا نقادها على شكل ملويه. اذا العجين عفوا راه رائعه جدا. اذا هنايا غنبدا بعد ما سخنت المقله غنبدا نطيب. اذا هنايا كما كتشوفوا كدير لينا فقاعات، وانا باقا يلاه كنبدا نقرص فيها. خليوها شويه غليظه. اذا مع فيها الزبده وهي مورقه راه ما غاديش، كما كيقولوا ما غاديش تخبز معكم من الداخل، كتجي مورقه وهائله جدا. غير نحط المسمنه ديالي ونقلبها مباشره. يولي نحس بها بدات كتصفار من التحت، ونقلبها ما نخليهاش تتحمر، ونبقى نقلب في كل دابا المسمن باش يجينا مزيان. هو يا داك كل ساعه نبقى نقلب فيه، ما نخليش مسمنه فوق المقله باش ما تقصحش، وكيبقى هكا المسمن رطب وزوين، كيجي رطب من الداخل ومقرمش من برا. ونخليكم بلا ما نكثر عليكم الهضره، والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنسونيش من التعاليق. الى اللقاء.